حول الله يا رب. انا مش قادر اصدق ان دي كندا، القطه اللي كانت ماليه البيت فرح وشقاوه ولعب بقت عباره عن كتله عظم زي ما انتوا شايفين، رفيعه جدا وبقت مليانه، كلها بقت فطريات. مش عارف ليه حصل فيها كده، صعبان عليا اوي. كندا بقالها 4 شهور الفطريات تطلع من مكان تروح مكان تاني، من هنا لهنا، وكان في هنا الفطريات تمشي من مكان تروح مكان تاني، بقالها 4 شهور على الحال ده. بدأ التعب الحقيقي بقى لما الدكتور قال لي اعزلها عن فاروق اللي هي كانت اصلا روحها فيه. كان ده الدكتور قال لي اعزلها عن فاروق، هي اصلا روحها في فاروق وفاروق بيحبها جدا من ساعتها، وهما الاتنين معزولين عن بعض. فاروق بينزل الشقة بيلعب ويفرح، ودي معزولة بعيدة عنه، بتاخد علاج كل يوم، علاج كل يوم بتدين ومرهم. الحاجة اللي بتوجع قلبي بجد ان كندا محتاجة حب، محتاجة لعب، محتاجة طبطبة، محتاجة اشيلها زي زمان. بقالها 4 شهور ما بشيلهاش، بصوا كل ما بشيلها عايزة تنزل. بقالها 4 شهور مش بشيلها، مش بحضنها، بحط لها العلاج، بحط لها الاكل، بطبطب عليها كده وانا لابس جوانتي. نسيت اصلا ريحة ايدي. اللي مضايقني ان كندا حاسة انها منبوذة، حاسة بملمس غريب في جسمها. شايفين؟ حاسة بملمس غريب في جسمها، حاسة انها منبوذة. لما بتيجي تقرب من فاروق ببعده عنها على طول. الفطريات مش مرض جلدي بس، لا، الفطريات دي سجن، منعني عنها ومنعها عني. كل يوم بتدين ومرهم، مفيش لعب، مفيش حب، مفيش طبطبة زي زمان. وحشني العب معاك يا كندا واشيلك واحضنك، وحشني اوي. هي فاكرة ان انا باذيها، فاكرة ان انا كل ما بطلع لها بتبعد عني، فاكرة ان انا باذيها، لكن انا بحاول انقذها. كندا بقالها فترة طويلة جدا تعبانة، انا مش عارف هتقدر تستحمل وتكمل، بس كل اللي اقدر اقوله ان انا مش هتخلى عنها ومش هسيبها ومش همشيها. مش معنى ان انا عندي فاروق حلو وعندي لوكا حلوة معنى كده ان انا ارمي الروح البريئة دي في الشارع عشان خاطر فطريات. هنزل لكم شوية فيديوهات لكندا وهي صغيرة عشان تشوفوا قد ايه هي كانت حلوة وجميلة. ده اثر بتادين ومرهم، لازم اشيله، بيتحط بتادين جديد. كندا هتصحى كده ان شاء الله تبقى كويسة. لا ده مرهم يا حبيبتي، ده مش اكل. حول الله يا رب، حول الله يا رب. مع القطة بتاعتك وتديها كل علاجها، قبلها او بعدها على طول لازم تأكلها اكلة حلوة. انا لسه موكلها سمك دلوقتي حالا. حبيبتي هتبقى كويسة يا بت، هتبقى كويسة. بس والحاجة دي تترمي على طول. لازم تتعامل معاها بجوانتي، يا اما لو مش هتتعامل بجوانتي لازم يكون في كحول على الاقل، يعني خلي حاجتها بعيد عن القطط التانية. دلوقتي لوكا، بس انا مش عايز اصور لكم الناحية التانية. دلوقتي كندا شايفة لوكا الناحية التانية هنا خالص نايمة وبتلعب، بس مش عارف هي ليه ما هجمتش عليها زي فاروق. والله انا عارف ان انت طيبة يا جماعة. انا عايزكم تدعوا لكندا انها تصحى وباذن الله تكون كويسة. انا مش عارف ايه حظي ده في القطط، يعني انا جبت لوكا تعبت، ودي كندا عندي بقالها شهور تعبت. انا حاسس انها نسيت فاروق اصلا يعني.